هسه اريد احكي لكم عن منظف للبشرة سعره فقط 89 سنت، ينافس المنظف مال سيراميد اللي الدنيا هابة بيه، واللي قال لي عليه طبيبي ابو البشرة. ظلوا يحجون بهاي المسكارة ومسوية ليفتنج، وهاي المسكارة كل صعب تلقوها، وبكل اماكن كانت ما موجودة واحد يشتريها. رحت جبتها، كل شيء العكس. تعالوا شوفوا يا هي. هذا المنتج صدق معجزة بنات، يشد منطقة تحت العين. إذا عندكم هنا خطوط، هاي الخطوط ورا فترة تطير ماكو، هذا السواد تحت العين يشيله، يمنع همينة إنه التجاعيد تبدي تطلع هنا جوا العين. منتج رهيب رهيب رهيب. هذا بالنسبة إلي ليفتنج إفكت. هذا هلا حبايب، شلونكم؟ ان شاء الله تكونوا زينين وبصحه وعافيه. اشتاقت لكم كلش هواي، صار لي هواي ما منزله فيديو. مثل ما تعرفون كنت اني مسافره بالعراق، او اكيد مو الكل يعرف، البعض اللي متابعيني على الانستغرام وعلى التيك توك نزلت لنا فيديوهات وصور وهيك شيء. انا كنت بالعراق، غيرت جو ورحت شفنا اهلنا وناسنا، وان شاء الله راح تنزل فيديوهات اثنين تخبل عن سفرتي بالعراق، واحكي لكم عن الاشياء اللي سويناها هناك، وعن انه اني اكثر سؤال سالني رند راح تبقين بالعراق، او مثلا ممكن تقدرين تتوقعين نفسك تعيشين بالعراق، فكلها راح اجاوبها بالفيديوهات، لا تنسون تتابعوها. واما بالنسبه الفيديو اليوم اني صار لي هوايه مشتريه اشياء وجربتها، فاليوم اريد احكي عن الاشياء اللي ممكن ارجع اشتريها، واشياء ممكن مستحيل بعد يعني اطب بيتي وارجع اشتريها. راح احكي لكم عن اشياء يعني من ضمنها انه اني شلون قاعده احافظ على هاي المنطقه مال تحت العين، انه دائما مبينه عندي انه فريش، وانه هيك عبالك مسحوبه ما يبين بها هوايه تجاعيد. فشنو هاي الاشياء اللي انا قاعده استخدمها، وهل ممكن انه ارجع استخدمها؟ يعني انه اشياء نفعتني واشياء مو هالقد نفعتني، فماكو داعي اصرف عليها فلوس واشتريها اصلا. فبهذا الفيديو راح نحكي بهاي. ورايا الرقي اموت عليه، احبه، فقلت وانا اسولف وياكم شويه ناكل رقي. اللي يحب يجيب القهوه مالته، يحب يجيب مالته الشاي، تشربون شي بارد، كيك، اي شيء، المهم جيبوها وتعالوا خلونا نبدي نسولف ونحكي. وللي ما مشترك بالقناة اتمنى يشترك ويفعل الجرس، لا تنسون لايكاتكم الجميلة، تعليقاتكم اللي اموت عليها، واليوم خلونا نبدي. زو حبايب، باول شيء راح ابدي اللي هي هذا الطين خاوة. تعرفون انتو الطين خاوة اني حاكيت لكم من زمان عنه، وحاكيت لكم عن فوائده، وحتى مرة طلعت هاي الورقة اللي مكتوب بها بالالماني ترجمت لكم اياها كلها بالعربي، فحترك لكم هنا الرابط مال هذا الفيديو اذا تريدون تتفرجون عليه وتعرفون اكثر عن قيمة الطين خاوة اللي يسموها الالمان الهاي الإعادة. فشي رهيب، معجزة للبشرة، معجزة للشعر، معجزة للجسم، صحتنا، يعني بكل مكان واحد يقدر يستخدمه. اني هذا ساعدني همينة انه اتخلص من القشرة اللي كانت موجودة بشعري. تعرفون يعني واحد مثلا، يعني تعرفون اني شعري مكعكل، فدائما احط له منتجات، مثلا الشوم فستيغان، سويت لكم يعني فيديو وش كنا استخدم الشعري، فاكو بعض المرات انه تصير مثل القشرة، فما احبها اني، واعرف انه هذا شيء طبيعي، بس اني ما احبه وما احب اشوف شكلها هناك، لان انا ما عندي قشرة. فمن صارت من اكثر من مره مثلا بدلت انواع الشامبو، وتعرفون انتم من تبدلون انواع الشامبوات ممكن مرات تجيكم قشره همينه، ومن تستخدمون مواد زياده عن اللزوم هم تسوي قشره. فبطلت عن هاي الاشياء، واللي ساعدني انه همينه واني ابطل، اللي ساعدني انه القشره تروح من عندي، ساعدني همينه انه ظهري مثلا من يوجعني اجي احط شويه بالخاشوقه بالملعقه بالبانيو طين خاوه، ومثلا طبون بالبانيو شويه تسترخون، وهاي كل زين للاعصاب، كل زين للعضلات، كل زين للشعر، كل زين للبشره. يعني من اطلع من الحمام تكون تعرفون المسامات كلها مفتوحه وهيك شيء، فتنظيف البشره يكون فشي كلش اساسي، فهذا احطه
على وجهي وتصير بعدين شو اسمه همينة مثل الحبيبات، فهم ينفعها لبشرتي وهم بنفس الوقت يشيل الجلد الميت. يعني عنده اشياء رهيبه رهيبه. هاي ثاني باكيت انا اخلصه وراح ارجع اجيبه. موجود بالدي ام، بالروسمان، بكوفلاند، موجود بكل مكان. سعره يمكن فقط ب5€، ما اعرف اذا هسه شويه غلى، بس هذا لازم ارجع اشتريه. هسه راح نجي نحكي عن شغله اني مستحيل ارجع اشتريها مره ثانيه او احطها للملابس، اللي هي هذا البارفيوم. هذول تكون حبيبات بيها عطور، كل زينه للملابس للطريحه وهيك شيء. سعرها تكون شويه اقل من اكو وحده ثانيه ماركه ثانيه موجوده. الصراحه هسه افتهمت همينه ليش تيجي سعرها صح اغلى. هو صحيح مو كل شيء غالي يعني زين، بس بهذا ديزم فالر هذا الشيء صحيح، لان هاي يعني بعد تجون تشموها تخبل ريحتها، تخبل تحطون الملابس وهاي هم تكون حلوه هيك ريحتها، بس ما تطول هواي، ما تطول هواي. فضوجتني الصراحه من جوتن جونستيش من ايديكا. فهاي الماركه ما انصح واحد يرجع يشتريها، لانه تقدرون مثلا ممكن شنو تستخدموها، تحطون من هاي هيجي حبيبات وتحطوها بمكان مثلا تحطون بس مي فوقها، فظل يمكن العطر هيجي مالتها بالبيت، بس على الملابس ما يطول هوايه. وين همينه تقدرون تحطوها، تقدرون تحطوها همينه بش اسمه اني شنو اسوي الصراحه قمت يعني هاي هسه الباقيه. تعرفون هاي الفرشاه اللي واحد تكرمون ينظف بيها مالت الحمام، احطها بيها واحط شويه مي سائل، فتبقى دائما الريحه طيبه. ومثلا من تطلعون الفرشه وتنظفون الحمام وهاي تكون دائما ريحتها طيبه، فانا هيك استخدمها. وهاي هي، بس انه انا ارجع اشتريها للملابس نو واي. سويت فاصل، قلت لازم اكمل الرقي. وهسه راح احكي بالمنتج اللي اموت عليه، واللي بنات هاي تحت عيوني خلاه هيك رطب دائما. انه مثلا من اروح للشغل قد ما اكون تعبانه هو هذا ينقذني، لانه هيك يسحب شويه العيون. اكو مرات هاي مالت الدموع اللي يسموها ما اعرف هنا تصير، هاي يحول يقلل من عندها، التجاعيد يقلل من عندها. فهذا المنتج بالنسبة إلي معجزة، جد معجزة. أصلا هي هاي الماركة غراضها كلها معجزات وتخبل وتجنن. هذا هو المنتج الأوغن ليفتنج من ماركة بيوتي ميدز. هذا هو كونسنتريت، يعني كلش مالته التركيز عالي، فمن يشتغل كلش زين ويتغلغل همينه كلش لي جوا. يساعد همينه انه اذا عندكم هنا تجاعيد او هاي، يساعد انه همينه يسويها اقلات، انه الملمس هيكون همينه كلش ناعم. وانت الحلو بيه انه مثلا مو تحطوه ويتغلغل، ومرات انتو تسوون مساج، هذا المساج يبدي يفعل الهيالورون اللي موجود تحت الجلد واللي يكون احنا اللي موجود تحت البشره، فنكون احنا نحتاجه، فيقوم يفعل هذا الشيء همينه كله وينطي نظاره مو طبيعيه، يسحبها للعيون وكانه يعني صار لك نايمه هوايه ومعتنيه بنومتك وهيك شيء. السواد تحت العين يقلله. اني اعشقه. وهمينه استخدم وياه هذا الكريم اللي دائما احكي لكم عنه. وتعرفون ماركة بيوتي ميدز شقد احب كريماتها، ترطيباتها عاليه، تنفع جميع انواع البشره، تساعد على هاي الخطوط اللي تكون موجوده على البشره او هيك شيء، تساعد انه مثلا تقللها. وفوق هذا كله حطولنا همينه خصم كلش حلو اسمه غانات 30% بنات. موجود الرابط مالت الصفحه مالتهم بصندوق الوصف، لان دائما تسالوني رند وين نلقاها بالدي ام، نلقاها براسمان 9، ما تلقوها لا بالدي ام لا براسمان. هاي موجوده بس بالويب سايت مالتهم، والويب سايت اني حاطه مالتها اللينك بصندوق الوصف تحت الفيديو. اكو هيك مثل المثلث تدوسون عليه تنزلون لي جوا تقرون صندوق الوصف، يكون هذا هو موجود مالتي الانستغرام، موجود مالتي الفيسبوك، موجود التيك توك، وموجود اللينك اللي يودوكم اليه. طبعا تقدرون تختارون غير اشياء همينه. اني كلش اثق بيهم ولهذا اشتغل وياهم واحب موادهم، لانه عن تجربه شخصيه، اهلي جربوها، صديقاتي مجربيها،
الكيكات اللي متابعيني همينة هواية من عندهم جربوها وكلش عجبتهم. ما تسوي تحسس. الحلو بيها همينة انه اذا استخدمتيها تقريبا 30 يوم الى 30 يوم وما شفتي نتيجة يرجعوا لك الفلوس مالتك. والخصم مالتي اسمه راناد 30، يعني تاخذون على اسعارهم 30%. والاسعار مالتهم صدقوني كلش زينه، ولانه هاي تستخدم همينة لمده طويله تفهمون علي. وفد شيء 100% فيجان، ما بي اي مواد كيميائيه اي مواد حيوانيه. والحلو بهمينة انه ما يجربوا على الحيوانات تفهمون علي. فهاي الماركه انصح بها 100%. اعشقها. راح نبقى هسه يم الوجه، وراح احكي لكم عن 2 غسول اني استخدمهم وحاشيه بيها قبل، اللي هو هذا من ماركة إيسانا وهذا من باليا. أنا اثنيناتهم جبتهم الصراحة. هذا من روسمان وهذا من الدي ام الباليا، حاكي هواية بيه. هذا سووا عليه هايب همينة كلش هواية، وقالوا انه يشيل المكياج كله. انظر صح بنات يشيل المكياج، بس ما يشيل مكياج العين كاملا. أنا بالنسبة لي هيك حتى لو أغسل بيه عيوني وهاي دائما يبقى السواد مالت المسكارة هنا تحت العين. هذا وهذا هو أي قلت ليش لازم يكون إيدنتج، إنه قريبين شوية من بعض، بس أنا حسيت إنه هذا بقوة أكثر يشيل المكياج من هنا، يعني هنا مو بالعين، إنه يشيل المكياج من الوجه أسرع من هذا لازم أحتاج له يعني مرات 3-4 مرات أسوي بالبومبة، يلا يعني أرجع أعيد يلا ينشال المكياج كامل. هذا حسيته شوية أحسن من باليا، هذا من الدي ام، هذا مالت روسمان. يوم هذا ما أرجع أشتريه مرة ثانية، بس هذا راح أرجع أشتريه مرة ثالثة ورابعة وخامسة وسادسة، لأنه دائما يكون عندي بالبيت واستخدمه همينة من أسافر، لأنه هم يشيل المكياج وهم ينظفها للبشرة وبزيت. الزيت مالته هو اللي يساعد انه يشيل المكياج بسرعه فيفي بالغرض. والشيء الثاني اللي راح احكي بيه، راح احكي بهذول المسكارات مالت الشعر اللي مالت الحواجب اللي سووا هبه اثنيناتهم مو طبيعيه. هاي اللي نزلت بالجديد من نيكس، اللي انا هسه باعوا حاطتها على حواجبي. قالوا انه هي تبقى رافعتها للشعر مالت الحواجب وكأنه انتم مسوين ليفتنج. الصراحة اني ما شفت هذا الشيء، انه ظلت رافعته للشعر مالت الحواجب مالتي مثل ما تشوفون، انه مشطته اوكي، انه منازل هنا، بس انه ما رفعته، يعني انه عادي تفهمون علي. مسكارة حلوة تثبته للشعر، بس يعني فما سوت له اي ليفتنج، يعني انه واحد ممكن تكون عنده موجودة بالبيت لأنه سعرها همينة جدا مناسب، بس مو ضروري. اللي حبيته كلش اللي هو got to be، هاي أعشقها أني. واحد لازم يدير باله لأنه مرات تسوي بياض، فأنتم من تطلعوها حاولوا ما تطلعون بخدوقته هواية. شوفوا أنا هنا أمشطه هيجي، عود ما أحط لاصق هواي، وهسه راح أجي أحطه فوق ذيك بنات. هذا بالنسبة إلي lifting effect هذا. واذا شفتوا بعدين اكو يمكن بياض، تقدرون بهاي مالت القطن يعني اللي تستخدموها بتنظيف الاذان تقدرون تشيلون البياض اذا بقى. بس بالنسبه الي اني هذا هو الليفتنج افكت مالت الحواجب هذا. فهاي اني شبلاي بديزة مسكارة خوي اوكي، ما راح انطي بيها ولا راح اخونها، راح اظل اقول انه هاي هي العشق مالتي، فكلش احبها وراح اظل استخدمها. من got to be glued for brows، يعني انه شو مثل الصمغ للحواجب. شيء يجنن وحلو وحبيته وراح ابقى استخدمه. هسه راح نبقى طبعا احنا يم الوجه، فاريد احكي لكم على هاي. طبعا انا هستوني انه مستخدمتها بعد ما لحقت انظفها، بس انه هاي باعوها ملمسها صراحة not bad، انه فشي اسمه سوشلم، يعني ممكن واحد يستخدمها. عندي همينة موجودة السودا البيوتي بلندر اللي سعرها 20 يورو، هاي سعرها 3. هاي سووا عليها هايب همينة كلش هواية من ماركة كاتريس، اعتقد كاتريس
صراحة ما دا أتذكر إذا كانت كاتريس أو أسنس، بس يمكن أسنس ب3 يورو. هسه راح أحط لكم الصورة مالتها هنا، وبعدها موجودة بالزوتيمنت، يعني تروحون للمحل تلقوها موجودة. بنات الصراحة الشغل بيها كلش حلو. أنا مجرد شوية أبللها هاي الإسفنجة وأبدي أستخدمها، يعني هذا لليوميا تستخدموها كل زين. بينما ذيك البيوتي بلندر مثلا لانه سعرها شويه اغلى، صح انعم بهوايه من هاي، بس الصراحه هاي هم تفي بالغرض. هاي استخدمها مثلا من اروح للشغل الاستعمال اليومي، اروح سوبر ماركت اريد احط لي مثلا كونسيلر بسرعه، او طلعه صغيره ويا صديقاتي اريد شويه اسوي ريفرش لوجهي، هاي تفي بالغرض انه اوزع بيها المكياج. و همينة كلش زينة، توزع بطريقة حلوة. هسه أنا حروح أغسلها وأستخدمها. أريد أشوف إذا كم مرة واحد يقدر يغسلها ويستخدمها. أنا لحد هسه 3 مرات الصراحة غاسلتها ورجعت استخدمتها وما شفت بيها أي مشكلة، وبعدها يعني واحد يقدر يشتغل بيها وملمسها همينة حلو. فيو أنطيها أوكي ومستعدة أرجع أشتريها مرة ثانية. هسه أريد أشوفكم هذا المنتج الجميل اللي أنا مشتريته من أكشن. طبعا مرة نزلت عليه بالتيك توك، فأكو بنات قالوا لي إيه كلش حلو إحنا هم نحبه، وأكو كتبوا 9 مو هالقد ومو زين. وهاي أني بالنسبة إلي لأنه ممكن يأذيها للبشرة هنا، يعني الوجه ممكن يأذيه يسوي إحمرارات أو هاي، فأني ماكو داعي أأذي. أني وين استخدمها بس بهاي الزون، هاي تيتسون هنا وهنا، على مود شنو هاي الاشياء السوداء اللي تطلع لكم هنا، اوكي. ومثلا هاي المنطقه عندكم دهنيه، فهذا يساعد انه اي وساخات، اي تراكمات، اي دهون، اي هاي تكون موجوده بهاي المنطقه. وطبعا الجسم للوجه كله، بس انا ما استخدمه لان استخدمتها مرتين وبعدين تحسس من انا وجهي وقمت احكه فطلعت الحبوب، فقلت بعد ما اسويها فاستخدمها بس هنا وهنا. ومن اجي اشيله الله احلى شعور، ينشال كل الوسخ من عنده. فتجون تشوفون عندكم هذا الشيء هم يعني تريدون تباعون. فهيك الماسك اقلبه بس واشوف يعني انه ممكن انت يوميا تغسلين وجهك وتستخدمين التونر وهاي، وممكن همينه بين فتره وفتره تستخدمين الطنخاوه او مثلا تستخدمين تقشير للبشره تقشريها. لازم تسوين تنظيف خاص على مود الرؤوس السوداء، الدهون وكل شيء والى روتينه. فاني هذا بعد مستحيل اتخلى عنه لان كلش حبيته وكلش رخيص من الاكشن. خلاص مع الاسف لانه انا واحمد قدنا نستخدمه، وراح ارجع اشتري auf jeden Fall مره ثانيه لانه فد شيء كلش حلو. هسه راح نوصل لاخر شيء اللي هو همنا يخص الوجه. اليوم هوايه اشياء او الاغلبيه كانت عن الوجه، بس هي هاي الاشياء اللي اشتريتها اني وحبيت اعطي ريفيو عنها. هحكي لكم عن غسول استخدم اني للوجه. هوايه يفكرون انه هو بس هنا صابون الغسل اليدين، هو فعلا صابون، بس هذا صابون طبي. يعني حتى من رحت اني للطبيب مالت الجلديه نصحني استخدمه هالقد ما هو زين، وسعره فقط ب89 سنت، وحتى ينافس صيغه ميد لانه هالقد ما هو زين وطبي. اللي هو هذا الصابون للوجه انا ما استغنى عنه، وراجعه هاي للمره الرابعه استخدمه ورجعت اشتري. يسموه ميلدزايفه فليجه und Hygiene antibakteriell sanfte Reinigung zum Schutz der Haut mit بانتينول يستخدموها اكثر اشياء همينه للجهال لانه ينعم انه ما يساعد انه تصير مثلا اخف تصير احمرارات بالوجه او هاي، انه ينعمها. sanfte Reinigung انه ينظف الوجه، بس يعني مو هذا التنظيف العنيف اللي ممكن يجرحها للبشره او يطلع لكم حبوب وهاي. كلش حلو مالت التنظيف، وانتي بكتيريا يعني ضد البكتيريا. انا اشتري من الدي ام، اكو من عنده همينه واحد قريب من روسما، بس انا هذا كلش احب لانه بوقتها دكتور البشره مالتي نصحني به وينفع الجميع انواع البشره. على التيك توك هم استخدموه بناته، هم قالوا لي انه هو رهيب وحلو ملمسه. حبايبي هيك نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ان شاء الله يا رب يكون عجبكم الفيديو، استمتعتوا به. واذا انتم عندكم خبرة مسويها او شايفين اشياء يعني مستخدميها من هاي
ويجوز مثلا يكون رأيكم غير، أو مثلا توافقوني الرأي. أتمنى تكتبوا لي إياها همين بالتعليقات وتشاركوني آرائكم وتقولوا لي همين شنو حابين تشوفون. أنا أعرف الأغلبية كتبوا لي نريد نشوف الفيديوهات مالت العراق ومالت تركيا. أنا أدري إن أنا كلش مقصرة بحقكم، وعندي بعد لحد هسه فيديوهات مالت فينيسيا من رحت للبندقية ويا الجامعة، هم صورت لكم فيديوهات تجنن لحد اليوم أنا ما منزلتها. تتملعت ليش بس والله ما ألحق يعني قد ما أقول ما ألحق. شغل عندي كوما أشياء الروتين تعرفوا يعني هنا أنا بألمانيا مرات يعني مثلا تشوفين تباعين يعني مش اليوم، فتباعين هيك على الساعة 5 الساعة 6 تقولين أنا اليوم ايش سويت؟ شو بسرعة مش اليوم؟ فما تلحقين، خصوصا إذا عندك شغل وعندك شغل ثاني وهنا التزام وهنا التزام وهنا التزام. فالله يكون بعون الأمهات اللي موجودين هنا ويانا بالقناة، الله يكون صدق بعونكم. يعني أنا ما عندي أطفال وهيك دا أتعب، فأنتوا الله يكون بعونكم، والأغلبية همين يشتغلون وأكو ناس يدرسون وتربية وهاي، فيعني هوت أب والله هوت أب. يعني أنتوا من هذا رب العالمين قال الجنة تحت أقدام الأمهات جد يعني. بهذا الحديث راح ننهي الفيديو. أتمنى من كل أحد مشترك بالقناة إنه يشترك ويفعل الداش، إنه يشترك ويفعل الجرس. لا تنسوا لايكاتكم الجميلة، تعليقاتكم اللي أعشقها.